الأخ اللي بيسأل بقى عن الحياة المعاناة مع النشء الجديد، وإن حصل نوع من الاختلاف ما بين النشء في ذلك الوقت والنشء في الوقت الذي كان قبل ذلك. طبعا ولا شك يعني أن الالتزام قديما كان أفضل وكان أجود، لأن الغربة قوة، وهذا ما لا يفطن إليه كثير من الناس. يتصور أن الغربة ضعف. لا، الغربة قوة. ليه؟ لأن الغربة معناها قلة، القلة معناها أنه في نقاوة، بخلاف ما إذا دخل الألوف المؤلفة في الالتزام فيدخل في الصف من ليس منه. أضف إلى ذلك إن هؤلاء أو الألوف المؤلفة تحتاج إلى كتائب من المربين، والمسألة دي غير واردة. يعني أنا عايز أتكلم الحقيقة جزاه الله خيرا إن الأخ يعني فتح مثل هذا الكلام، لأن في كثير من الناس بتحمل هذه الصحوة المباركة وهذا الإقبال على دين الله عز وجل بتحمله بعض التبعات من مخالفات الأفراد. لما يكون ألوف أقبلوا على الله، يعني الآن مثلا في الفضائيات قد يقول المرء كلمة يسمعها الملايين وتؤثر فيهم تأثيرا إيجابيا جيدا. طب هذا الإنسان الذي تأثر له ماض مثلا ضارب في الفوضى وعنده مظالم وبدا له أن يلتزم، لا يستطيع أن يلزم شيخا. ليه؟ قد يكون في مكان وهذا الشيخ الذي اهتدى على يديه وانفتح قلبه له في مكان بعيد آخر. يبدأ هذا الإنسان إذا دخل في هذا الحشد المبارك يتصور أنه سيدخل يعني مجتمعا كمجتمع الصحابة. هو بيقرأ عنه في الكتب أو بيسمع على المنابر أو بيسمع المحاضرات، لا يسمع إلا المثال الصحيح، فبيقبل على هذا المجتمع وهو يظن أن هذا المجتمع كالذي يسمعه على المنبر أو كالذي يقرأه في الكتب. فقد يفاجأ بقى أو بيفاجأ أن فيه أخلاق سيئة، وأن فيه ناس بينصبوا. ممكن يكون إنسان له لحية ونصاب، أخذ أموال الناس وهرب به مثلا، أو رجل مدلس في بضاعة معينة في عيب بيخفيه. القصة أبدا عمر العيب ما كان عيب اللحية أبدا، ولا يجوز أن نحمل أبدا اللحية ولا الالتزام تبعة هذا الأمر. هو في الأصل كان إنسان نصاب، كان نصابا وكان إنسان موحش وإلى آخره. داخل هذا المجتمع ما لقاش أي كادر يربيه أبدا، بدأ يبرد شيئا فشيئا فشيئا. كان نصاب بدون لحية بقى نصاب بلحية. وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يظن أي إنسان أننا ندافع على طول الخط عن كل ملتحي أو ندافع عن على طول الخط عن كل مثلا إنسان منتقبة. لا، نحن صرحاء مع أدوائنا ومع عللنا. مش معنى ذلك أنه ما يلتحيش أو إنما تنتقبش، لا، الكلام ده دي مسألة ودي مسألة أخرى. التربية تكون باللحظ وتكون باللفظ. ممكن إنسان يأتيني في محاضرة من المحاضرات كان جاهلا بموضوع معين، سمع من الموضوع متلخص بطريقة جيدة محكمة، طلع عالم بهذا الموضوع. ممكن الجاهل يتعلم بمحاضرة بمحاضرتين بكتاب بكتابين، لكن التربية مسألة مختلفة تماما. التربية تحتاج إلى دوام ديمومة وتحتاج إلى ملاحظة. عشان كده اللي بيربي لازم يكون موجود في مكان واحد بخلاف اللي بيعلم. يعني أي واحد بيربي ما ينفعش ينتقل من مسجد إلى مسجد، ما ينفعش ينتقل من محافظة إلى محافظة، ده شأن المعلم. أما المربي فيلزم مكانا واحدا علشان يتاح لمن يريد أن يتربى أن ينظر إليه. كان جعفر
ابن كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: كانت إذا ساءت منا الظنون نأتي الفضيل بن عياض فننظر إلى وجهه ثم نرجع كأن وجهه وجه ثكلى. وكذلك يقول جعفر بن سليمان الضبعي: كان برضو إذا قسى قلبه يذهب إلى محمد بن واسع رحمه الله لينظر إلى وجهه ثم يرجع. هي دي التربية باللحظ، يسمونها التربية باللحظ وليست باللفظ. الإنسان المربي ممكن ما يتكلمش، يربي فقط بالنظرة. فهؤلاء الألوف أو الملايين التي أقبلت تريد أن تنهل من الكتاب والسنة، مش لازم يكون في علماء ولازم يكون فيهم مربون. أين هم العلماء والمربون؟ فبنفاجأ إن هؤلاء الألوف ليس لهم من يربيهم. طب النهاردة مواقع النت مثلا والكلام ده، في مواقع لتأسيس الإلحاد. تأسيس الإلحاد، واحد داخل على المواقع النت، ما هم دلوقتي ما فيش دروس في المساجد، خطبة الجمعة أصبحت مشكلة. كثير من الناس خطبة الجمعة عنده مشكلة، يصبح الصبح يوم الجمعة يقول هصلي فين، أصلي فين الجمعة، ويقعد بقى يضرب أخماس في أزداد أروح فين. وفي بعض الناس يقول لي أمشي في الشوارع لعلي أجد مسجدا. فلما يكون خطبة الجمعة اللي هي التذكرة اللي المفترض أن جماهير المسلمين في كل أسبوع ينتظرونها عشان يأخذوا يعني شحنة إيمانية، يأخذ حافز عشان يوصلوا، دي أصبح الإنسان غير قادر على الوصول إلى الخطيب الجيد والخطيب الكفء، فضلا عن أن في واحد يكون موجود قاعد في مسجد بصفة دائمة أو يبذل نفسه لنا بصفة دائمة لكي يتربوا. المسألة مسألة عسيرة جدا، والحقيقة محزنة أيضا عدم وجود المربين. كتائب المربين، الجماهير تحتاج إلى هذه الكتائب من المربين. لذلك بتجد الشاب بعد فترة من الفترات لا يجد أحدا يربيه، يترك سمته أو يترك حاله، وقد يرجع إلى سيرته الأولى. طبعا نتج عن هذه الإفرازات كلها برضو جانب آخر سيء سلبي، وهو الالتزام الظاهري فقط، لكن من الداخل لا تجد لا في عبادة ولا قراءة قرآن ولا التزام حقيقي. وده طبعا كما قلت لا يكون إلا بمجاورة أهل العلم. على الجانب الآخر هناك نشء آخرون شغلتهم يتكلموا في أهل العلم، لهم شغلانة غير إنه يتكلم في أهل العلم، فلان عليه كذا وفلان فيه العيب الفلاني وفلان فيه العيب الفلاني والكلام ده. أنا بقول له: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وبكل أسف قد يتورط بعض هؤلاء النشء في الكلام في من علمهم ذكر الله تبارك وتعالى، في من فتق لسانهم بذكر الله تبارك وتعالى. احنا بنقول يا اخوانا الوفاء يولد المرء وفيا. الوفاء ده سجية زي الحلم يولد المرء حليما، كما أنه يولد المرء عصبيا. يولد المرء وفيا ويولد المرء نذلا أو خسيسا، دي بتبقى سجايا. والوفاء ملوش مدارس. لأجل هذا لو أنك رمقت هذا الذي تكلم في شيخه أو في من علمه، لو رمقته في بقية حياته بكل أسف ستجد أنه لا يختلف كثيرا في تصرفه عن تصرفه مع هؤلاء. لكن الحقيقة الحل الوحيد في هذه المسألة أن يكثر عدد المربين، العلماء الربانيون الذين فشى ذكرهم وفشى فضلهم في الأمة، ينبغي أن لا يحال بينهم وبين الجماهير، لأنهم بركة وخير على أمتهم. ولنذكر يعني دليلا على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، لما أوذي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأراد أن يخرج ويترك يعني مكة، لقيه زيد ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال: إلى أين أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال: يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق،
ارجع وأنا جار لك. وفي العشية ذهب إلى أشراف قريش وقد اجتمعوا حول الكعبة وقال: أمثل أبي بكر يخرج؟ مثله لا يخرج، أي من تلقاء نفسه، ولا يخرج، أي لا ينبغي لأحد أن يخرجه، إنه لا يفعل كذا وكذا، وذكر الذي ذكرته آنفا. فهؤلاء أهل بركة وخير على بلادهم وعلى أممهم، إنهم يفعلون مثل ما يفعل أبو بكر رضي الله عنه، أو بعض ما يفعله أبو بكر رضي الله عنه.